في الفيديو ده هنتكلم عن فكرة الابسوليوت. زي ما انتم شايفين دي الفكرة اللي انا كنت بكلمكم عنها، ان هنا ممكن يكون عندي element معين ومنتج مثلا وفي صورة وكده، وفي الاخر فكرة الديسكاونت بنعملها كده. هنا لو يعني خلونا حتى قبل ما نروح على دي، هي دي معمولة بالابسوليوت، لكن خلونا نرجع تاني للكود بتاعنا ونغير الريلاتيف دي لستاتيك. خلوني اشاور على حاجه بسيطه هنا قبل ما اتحرك، لان دي برضو من الحاجات اللي ازعجتني وانا بذاكر سي اس اس زمان، وهي فكره احنا عندنا هنا العنصر ده، لا احنا عايزين ده ريلاتيف يكون مكتوب عليه ريلاتيف علشان نوضح الفكره. العنصر ده ريلاتيف ماشي، احنا ممكن حتى علشان نخلي الفكره بسيطه، انا عارف ان انا برتجل، علشان نخلي الفكره بسيطه نشيل الاستاتيك، يعني مش محتاجين الاستاتيك في حاجه. ريلود، احنا محتاجين الريلاتيف، والريلاتيف ممكن ان احنا ما نديلوش ولا توب ولا ليفت ولا اي حاجه، هو بس احنا نحتاج ان احنا نديله بوزيشن ريلاتيف. يبقى هو عندي دلوقتي ديف واحد بالستايل بتاعه، لكن الحاجه اللي تهمنا اللي احنا بنتكلم عنها وبنشرح عنها هي البوزيشن ريلاتيف. ريلود بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي هندخل العنصر الابسوليوت، هاجي هنا هقول له ديف دوت absolute، مش متأكد من الكتابة الصحيحة الصراحة للكلمة دي من زمان وانا عندي نفس المشكلة دي، الكتابة الصحيحة ليها. هاجي الابسوليوت ده واقول له position absolute، وهديله width 20 بكسل، height 20 بكسل. هقول برضو ان هي فكرة الاوفر، 20 بكسل هيكون كتير عليها، ممكن 10، ممكن width 10، ممكن width 20 بكسل، لكن الهايت هنخليه 10 بكسل. باك جراوند هنديلها ريد، ونيجي نشوف ايه اللي بيحصل دلوقتي. ريلود بالشكل ده. هي طبعا علامه الاوفر مرهقه شويه لكنها اتعملت. هنا في حاجه انا حابب ان انا اشاور عليها، لان هي من الحاجات زي ما قلت لكم اللي ازعجتني في الاول. العنصر الستاتيك ده، اول حاجه زي ما انتم شفتوا ان هو، احنا عايزين ممكن لون تاني الاصفر. اول حاجه زي ما انتم شفتوا ان هو ملهوش مكان، يعني مفيش مشكله المكان بتاعه لو كان هنا، المكان ده خلاص بيتساب، خلاص اي حد هيجي تاني هيعرف ان هو ياخده، مش زي الريلاتيف. الحاجه التانية ان الابسوليوت ده بيتحرك توب وليفت وبلا بلا، توب ليفت رايت بوتوم. لما حركنا ريلاتيف، انتوا عارفين احنا بنحرك الريلاتيف، بنحرك الريلاتيف في البوزيشنز دي، بس انتوا عارفين الابسوليوت بنحركه بناء على مين؟ بناء على البيرنت بتاعه. طيب البيرنت بتاعه مين؟ بما انه اصلا ابسوليوت وحر، البيرنت بتاعه اقرب عنصر ريلاتيف. يعني لو رحنا من هنا شلنا من الديف ده اللي هو الريلاتيف ده، ماشي، خلونا نخلي ده نحجم ده للريلاتيف بس علشان يكونوا مختلفين، وشلنا منه البوزيشن الريلاتيف، بصوا ايه اللي هيحصل. ريلود، هتلاقوا ان البوزيشن الابسوليوت مكانه اتغير. ليه؟ لان الريلاتيف بتاعه ده ما بقاش ريلاتيف، فالريلاتيف بتاعه مين؟ البادي نفسه ريلاتيف اليمنت، فهو بيروح يدور على اول اب ريلاتيف وبيتحرك في البوزيشنز دي بالنسبه لي. خلونا هنا نقول رايت، يعني خلونا في الابسوليوت دي هنقول له رايت 0 او رايت 10 بكسل. تعالوا كده نشوف ايه اللي هيحصل. رايت 10 بكسل، ان شاء الله المثال ده هيوضح لكم الفكره اللي انا عمال الف حواليها بشكل سهل جدا. ريلود، شايفين راح فين؟ احنا عايزين بس نديله ايه، يعني هنا يعني كده نروق عليه شويه لان هو مظلوم معانا. ماشي، نجرب. الهايت 30. ريلود. الويتس ممكن يكون اكتر، ممكن يكون 70 يكون كويس. طيب ممكن نخلي ان التكست الاين سنتر، علشان بس يعني الشكل مش اهم حاجه دلوقتي، المهم الفكره، لكن بس ايه علشان نحاول ان احنا نعمل حاجه حقيقيه. دلوقتي ايه اللي حصل، والحته اللي انا هعملها بعد دي هتفهمكم اللي انا عايز اقوله بالظبط. اللي حصل ان هو اتحرك 10 بكسل بالنسبه للبيرنت بتاعه اللي هو مين؟ اللي هو البادي، لان البادي هو دلوقتي الريلاتيف، اول ريلاتيف اليمنت بيرنت ليه. هو بيبدا يدور يطلع الديف بتاعي البيرنت ريلاتيف، لا اطلع للي بعده. السكشن مثلا فوقيه ريلاتيف، لا اطلع اللي بعده، لقى البادي. طب لو جينا قلنا ان الريلاتيف اللي هو البيرنت بتاعه هو اللي بقى بوزيشن ريلاتيف. ريلود،
اتحرك بالنسبه للريلاتيف بتاعه. يا رب الفكره تكون واضحه، دي الفكره اللي انا عايز اوصلها. واتكلمنا عن الاختلاف ما بين الريلاتيف والابسوليوت، ان الابسوليوت مكانه بيتساب بيتحرك بالنسبه لاقرب ريلاتيف ليه. اتكلمنا عن الاختلافات دي، فيا رب فكره الابسوليوت تكون واضحه. الفكره دي بنستخدمها في حاجات كتيره، فكره الاوفرز، افكار كتيره، فكره ان انت تحط مثلا نجمه هنا ممكن بالبيفور والافتر، ان انت تعمل بيفور وافتر وتدي لهم بوزيشن ابسوليوت وتدي البيرنت بتاعه ريلاتيف وتحركوا هنا. فان شاء الله الفكره تكون واضحه، ولسه مكملين في البوزيشن هنعرف حاجات اكتر عنه، فنكمل فيها الفيديو الجاي ان شاء الله.